بُص بقى، قبل البرجر ده اللي بتشوفه في الإعلانات ما يبقى برجر ويبقى فيه جبنة سايحة ومخلل وصوص كده بيجري فيه، ده كان مجرد لحمة، آه والله. الحكاية دي بقى بدأت من زمان أوي، مع ناس كانوا عايشين على الخيل، يعني في آسيا الوسطى كده، مش الأمريكان زي ما أنتم فاكرين. قبايل كده كانت بتركب طول اليوم وتتنقل في الصحرا، لازم ياخدوا معاهم أكل يعيش معاهم طول المشوار. قالوا لك إحنا نجيب لحمة ونفرمها ونحطها تحت سرج الحصان، الحرارة والضغط بقى هيرخوا اللحمة، ولمّا ييجوا يقفوا يرتاحوا يكون الأكل جاهز على طول. كانوا بياكلوه ني، آه والله، أو حتى لو شووه على النار مش هتفرق. الحكاية دي بقى سافرت معاهم لمّا وصلوا أوروبا، أهل المدينة على البحر اسمها هامبورج، عجبهم الموضوع أوي وقالوا نعمله بطريقتنا. جابوا بقى اللحمة المفرومة، ضبطوها على الجريل وضغطوها وبقى اسمها لحمة همبرجي. وبعدين الناس هاجرت من أوروبا لأمريكا وجابوا معاهم الأكلة. الأمريكان قالوا لك لأ، لازم تتاكل وهي ماشية، فراحوا حاطين اللحمة بين شريحتين عيش، وبقى أول ساندويتش برجر في العالم. ومن هنا بقى الدنيا اتفتحت مطاعم مخصوصة للبرجر، أنواع وأحجام وأسامي، وبقت أكلة الناس كلها، من اللي عايش على قده للي بيدفع في الساندويتش 200 جنيه. انت بقى قولي، بتحبها بالمشروم ولا بالجبنة؟